ولا عازبا إلا زوجته. امين امين يا شيخ عبد النبي، الله يكرمك. ادعوا النبي واتك على حته الرزق ده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميع مستمعين ومحبين. عشان ما حدش مهتم رجعت لكم بالحلقة التاسعة، وقررت بعد إلحاح طويل جدا منكم إنه يكون في ضيفين على مدار آخر حلقتين في الموسم. فنزلت ستوري على انستجرام، وطبعا كل محبيني والفانزات بتوعي استغفر الله يا رب يعني دخلوا على الستوري وعملوا فوت واختاروا الضيفين إذا كان الحلقة الأخيرة أو حلقة النهاردة. فحلقة النهاردة جيم ألف من الموسم الثالث، حلقة سوء عمل. لو ما سمعتوهاش ما انتوا فايتكم كتير أو مش فايتكم حاجة، مش عارفة، انتوا اللي هتقرروا لما تسمعوا الحلقه ان شاء الله. ولو ما عجبتكوش ما تعملوش حاجه غير انك تعملوا لايك وسبسكرايب عشان يعني تدعموا هذا المحتوى من الانقراض. جبت لكم ضيفتي وانا مش طايقاها، بس يعني يلا اكل العيش مر، وهنتكلم معاها في توبيك انا وهي دايما بنتواجد عشان نتكلم عليه. يعني اعتقد كل مره بنتقابل فيها الموضوع ده لازم يتفتح بشكل او باخر، فقررت ان هو يكون ده موضوع الحلقه. طبعا اصدقائي الجينزي او الجين الفا بقى، المجنزي اللي ما شاهدوش او ما لحقوش عايز اتجوز، فهو من افضل المسلسلات المصريه اتعملت مثلا في 2010 2011. في حلقه مميزه قوي انا وهي بنعشقها، وهي حلقه انها بتدور على كتاب اسمه كيف تصطادين عريسا. فقررت بعد كبر ان احنا اكتشفنا ان حياتنا زي علا عبد الصبور بالظبط، بنعمل نفس الحاجات اللي بتعملها عشان هي عايزه تتجوز واحنا كذلك عايزين نتجوز. فقررت اتكلم عن العنوسه المبكره اللي يعني صابت هذه البلد بسبب الاقتصاد النامي للدوله الناميه اللي احنا فيها. فمعكم ومعنا جيم ألف. كلنا علا عبد الصبور عامة. يعني انا وانتي علا عبد الصبور، ده حاجه محتاجين نعترف بيها، دي حقيقة. وبعدين مش بس علا عبد الصبور، يعني كلنا يعني انا افتكر وانا بتفرج على الحلقة كنت بقعد اقول ايه ده، لا 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 لا، مع ان علا حلوة، يعني ليه بتجري ورا عريس وبتاع، ومنهم لله الرجالة والشعرات دي. بس يعني اكتشفت انه يعني كلنا علا عبد الصبور، بعيدا عن ان علا عبد الصبور احلى مني بكتير. بعيدا عن ملناش دعوه بالتشبيه، محدش مهتم يعرف شكلك عامل ازاي واحلى ولا اوحش. بس هي الفكره انه اعتقد كل جيلنا اتفرج على علا عبد الصبور وكان بيتريق عليها وكان بيشوف ان هي مكبره المواضيع قوي، وانه ايه يعني متدور على عريس والحياه مش هتقف على راجل وبتاع. بس صوت الحياه وقفت على راجل فعلا. مش بس كده، يعني زمان كان الالحاح الاجتماعي اكتر من دلوقتي كمان، بس دلوقتي بقى عندنا مشكلة أكبر، الانستجرام ستوريز. في يا جماعة يوم 6/2/2026 ايه كل الخطوبات دي؟ مين اللي لسه ما اتخطبش غيري؟ مين كان عنده نايت شيفت غيري؟ هو في يا جماعة مالكو؟ ايه ده؟ انا يوم 6/2 ده انا فاكر انا بجد كان معايا كميه مباركات وزعتها على كل الناس اللي معايا. يعني كانت معايا خلصوا كل مخزون المبروكات اللي عندي. مبروك مبروك مبروك. وطبعا احنا مش بنقول انه ايه ده انت اتجوزتي ليه او احنا كده، بس الضغط المجتمعي احنا مش بنحقد عليهم بالظبط كده. الضغط المجتمعي ده مالناش دعوه بيه. الضغط المجتمعي هو اللي بيولد الموضوع ده. يعني الضغط زمان كان من الطنطهات اللي هو بصي ده فلانه اتجوزت، طنط حشريه بالظبط النموذج اللي كان موجود في المسلسل. بس الضغط دلوقتي هو من انستجرام ستوريز. يعني انت بقيت البحث عن راجل لمجرد الفومو، انت خايفه يفوتك الحياه زي ما الناس دي عايشين حرفيا. وبعدين مش بس خايفه من ده قد ما هو انا يعني والقسايه، عشان انا مفيش حد بيقول لي صباح الخير، فبتبداي تشوفيها استحقاقيه لنفسك ان انت ما تستحقيش علاقه، او انه انت ليه اوحد، او تقارني وتشوفي انه طب انا احلى طب انا اوحش، زي ما انت عملتي من شويه. احنا كده احنا الاثنين بيكلموكوا دلوقتي هم عندهم انكزايتي ليفل عالي حبه حلوين يعني. فاحنا بنتكلم برضو نسكافيه عشان نعلي بالظبط بنبلع ده الانكزايتي من نسكافيه. بس هي الفكره كلها في انه حقيقي العناصر المبكره اللي بقت عندنا، يعني انا وهي مش هتنقل اعمارنا، بس اعتقد اعمارنا اصغر بكتير من علا عبد الصبور، واحتياجاتنا للجواز اكتر من علا عبد الصبور. يعني علا عبد الصبور كانت لا تكترث بعض الشيء بالجوازات على قد ما هي عايزه تتجوز عشان ترضي الاهل، بس هي عايزه تتجوز عشان احنا عايزين نتجوز، عشان احنا عايزين نعمل الحاجه اللي المجتمع بيقول لنا ان هي دي الجنه. ايوه يعني ماشي. علا عبد الصبور كانت بتشتغل من الساعه 8 للساعه 2 وعلا عبد الصبور كان عندها لايف. ما احنا عندنا لايف يعني. بس هقول لك على حاجه، علا عبد الصبور ما شافتش الشكل المفضل للجواز، بمعنى يعني هي بتسمع الجواز ده من الطنطات، لكن دلوقتي السوشيال ميديا قدامك كلها بتعرض والريليشن شيب جولز والاثنين اللي حياتهم حلوه جدا. وفي الاخر بجد يعني انا مؤخرا والله اتصدمت في ناس كتير قوي. دايما ناس كتير قوي بشوفهم من السوشيال ميديا في علاقات تحس انه ايه ده، ايه العلاقه التحفه الجامده اللي مفيش منها اتنين دي، ولما تحتكي من بالواقع بتقولي استغفر الله يا رب، يعني ازاي العلاقه دي تم تشكيلها بهذا الشكل عشان شكلها حلو قوي وتخلي الناس تحب الجواز كده. ايوه هما بيفيك تل يو ميك ات. هو ده السوشيال ميديا، ودي مشكلتنا اصلا. محدش يصور خيبته، دي رقم 1. وتاني حاجه
الناس دي بتاخد فلوس على ده، يعني ده شغل، ده اكل عيشهم، فاهم قصدي؟ بالظبط. فهو لما ما مثلوش ان هم مش مبسوطين مش هيكسبوا. بالظبط. يعني ازاي يجيلها جفت من اكس البراند بتاع مش عارفه الورد ولا مش عارفه ايه، هي ضرباه بالجزمه وهم الاتنين في محاكم الاسره. ما ده مش منطقي. يعني محاكم الاسره بتبقى اعلان بقى، فاهمه، للمحامي مش عارفه ايه شال عشان ده لو اللي هو حد أيوة. على فكره في ناس دلوقتي بقت تعمل حوار أقسم الطلاق ده، انت بالله. عارفه كده؟ لا بيطلعوا عشان يعملوا ترند. يعني يطلقوا، يجي النهارده يتخانقوا خناقه فيك كده، وانتي شفت السكرينات بتاعتك يا بنت الكلب، وي 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 ايه ده، بحب الحاجات دي. ويطلعوا عشان كده. ودي دراما، بس دي على اليوتيوب يعني، مش لاقي على انستجرام. ده محتوى يوتيوبي بقى، فاهمه؟ اللي هو بتاع اسباب الطلاق، اتجوزنا ليه وطلقنا ليه، رجعنا لبعض بعد 20 سنه طلاق، احمد الحاجات دي حسن وزينب بالظبط. فاكراهم. هم ايوه فتحوا من بعديها بقى وتيره كده، الله يلعنهم يعني. فتحوا علينا فتحه ما نحبش نشوفها تاني في حياتنا. بس انا قصدي انه على انستجرام الحياه جميله، وكلهم بدبل، وكلهم فرحانين، وكلهم حياه سعيده. وحتى لو مش جميله بتلاقي الجزء بتاع جماعه انا عندي انكزايتي اعملوا لي سبورت، اللي هو لا، هو واحنا عندنا انكزايتي مش بنطلب من حد سبورت. هي دي المشكله، احنا بنبقى خرصانين خالص، وكل واحد فهمك. بيبقى ايه مالي في خيبته. بس لا، في ناس بتبقى عندها انكزايتي محتاجه اتنشن عادي، ده عادي، دي جيم الف يعني. لا بس مش كده، بجد مش كده. يعني احنا، يعني انا مثلا مش همشي اقول لكم يا جماعه انا عندي انكزايتي، انا ناقصه حنان. هو ايه ده؟ ايه العبط ده؟ ايه العبط ده؟ صلي على النبي، صلي على النبي. احنا قلنا كده في حاله سويتوا عيشتنا. قلت كده في حاله الانكزايتي عامه، القلق من حق كل مواطن. بس لا، انا لا اقصد دلوقتي عن الجواز، يعني انا بتكلم دلوقتي عن العنوسه المبكره. طب خلينا نفتح موضوع تاني، او ما نتكلمش مش بس على فكره ليه بقى العنوسه دلوقتي بقت عندنا، احسن ان احنا أوكي. فايتنا حاجه عشان المجتمع اللي حوالينا بيتجوز وكل الكلام ده. بس انا كمان بشوف انه على الستات بالذات في يعني قيد كده، انه ما ينفعش تقولي انك عايزه تتجوزي، دي حاجه عيب، او دي حاجه تقلل منك. وانا مش فاهمه ايه الحاجه اللي تقلل مني. يعني انا عندي قدر من الحياه، وعندي قدر من كل حاجه، عادي، ده حق طبيعي للبشر ان هم يقولوا انهم عايزين يتجوزوا، عايزين يخلفوا، عايزين يبقى عنده تبقى عايزه تبقى ما اعرفش ايه، ده حقها الطبيعي. فهي لما تقرر تقول كده فده عادي، زي ما الراجل هارينا 24 سنه وعايز يتجوز، ومحدش فينا بيقرر يحكم عليه ويقول ان هو ما عندوش حياه، او ان هو شخص منحل، او ان هو شخص عنده مشاكل ومش عايزين نقول ايه. يعني انا من فتره كنت بهزر مع حد وبحكي قد ايه ان انا محتاجه طرف معين في حياتي وكده، وبنتكلم عادي في الموضوع ده، وهي هزرت معايا هزار يبدو سخيف من بعض ما انا فاهمه قصدها، اللي هو انت يعني اوفر ليه كده على الرجاله وكده. ساعتها طبعا اتضايقت وكل حاجه، بس انا فهمت ليه، لانه دي النظره المجتمعيه، ان انت المجتمع بيجبرك انك لازم تبقي ما بتحبيش الرجاله، وعايز على فكره ما بحبش الرجاله برضو، بس عادي عايزه اتجوز يعني، لان بحبش الرجاله المتخلفين الذكوريين. بس اكيد مش بحب جنس الرجاله اللي هو اي ذكر ماشي على الارض بنكرهه. لا، احنا بنكره الذكوريه، بنكره التفكير الذكوري للرجاله. لكن طبيعي ان البشر بيحتاجوا زي ما بياكلوا ويشربوا، بيحتاجوا اكل وشرب، بيحتاجوا طرف معاهم يعيشوا معاه، بيحتاجوا بارتنر يشارك معاهم حياتهم. عارفه المشكله في ايه؟ المشكله ان انتي بتتكلمي مع ناس، يعني مثلا انتي عندك دين، الدين قالك ان انتي من حقك كواحده ست يبقى عندك نفس المشاعر عادي. بس هما لا، هو لسه واقف عند سي السيد، فهو بياخد مرتبها دلوقتي يا شباب، بس هو لسه واقف عند سي السيد والاستاذه هو أمينة. بياخد اللي هو يرضيه وبيسيب اللي مش عايزه. احنا بجد احنا بهدلنا التورته بجد، هو عمال ياخد الكريز وساب التورتايه عك، والله العظيم عك. الفكره مش في كده، الفكره انه المفروض ان الوضع اتغير، لان الستات بقت اجرأ كمان من زمان. يعني زمان الستات كانت خالصه خالص، اللي هو ايه ده عايز تتجوز اكيد عشان تخلف، لكن مش عايز تتجوز عشان تعيش حياتها، عشان يبقى عندها عيله، عشان أيوة هي يعني عايزه مش تتجوز. لازم عايز تتجوز عشان تخلف كمان، برضه كويس قلت كده، عشان ناس كتير بتقول لك ايه عشان تخلفي، مش لازم يعني. هو انا احتياجاتي كلها، انتوا ليه حصرتوني في دور الام؟ يعني دايما الستات بيحصروها في دور الام، ماشي هي ده دور من ادوارها، بس ده مش الدور الوحيد. يعني لو ست قررت مش عايزه تبقى ام، هي كده ستيل ست على طب فكره، يعني التربيه يعني بلد. والتربيه القذره دي كانت نتاج ايه؟ ما هي نتاج ده. ايوه، ما ماشي، بعيدا عن فكره ان انت تختاري تبقي ام ولا عشان انت مثلا مريتي بتجربه مش الطف حاجه، اذا كان في طفولتك انت او في طفوله اللي حواليكي، فحسيتي ان انت مش تبقي ام كفايه، مش دي نقطه خالص احنا بنتكلم فيها، دي الكلام اوريدي عليها فكره الانجاب وكده. بس انا بتكلم على فكره انه احنا ليه دايما برضو بنحصر الست في دور الام، بنحصر في دور الشخص الضعيف، بنحصر الست في كل الحاجات اللي هو قوالب ثابته احنا لازم نمشي عليه. فالست ما ينفعش تقول ان هي عايز تتجوز، ما ينفعش تقول ان هي عن حقها تبقى عندها جوز وتشاركوا حياتها وتبقى بارتنر معاه، مش الطرف الخاضع فقط.
وعادي ما تكونش عشان اختارت ما تبقاش دي حقها ودي حريتها طالما الطرفين متفقين على ذلك. اكيد برضو مش هتعمل كده غصب عن الزوج يعني، بس انا قصدي انه فكره انك تحصري ست في دور واحد هي المفروض تعمل ده وخلاص ما عندكش اوبشن تاني، ده غريب مع مجتمع اوريدي بقى متقدم جدا، بقى عنده سوشيال ميديا، بقى عنده معرفش ايه، طب بقى عارفة عنده الكارثة تحرر في ايه؟ ايه بقى الكارثة انه على النقيض ظهر بقى الناحية التانية خالص، اللي هو الست مش ملزمة والست مش هترد عيالها والست 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 ما والست بالظبط، والست تك 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 تك. بس لا. مش زي ما تنفس. هو حرفيا لا، ولو كلمك تكسري له دراع ما هو والحوارات دي. بصي بقى نتاج الذكوريه او نتاج النسويه الزائده ردا على الذكوريه الزائده برضو يعني بتحط ستات في حاجه من الاثنين، يا هي تبقى يا اما خاضعه ناشفة قوي يا اما يا اما هطلة. خاضعه قوي وما ينفعش تختار انها عايز تتجوز، يا اما عايز تتجوز بس مش تقول انها مش عايز تتجوز عشان المجتمع ما يقولش عليها ايه عشان قوية، ان انت ضعيفه، عشان فتبقى قوية. عندها فكره ان انا لازم ادعي شيء برضو مش فيا. يعني انا مش بقول ان الست ضعيفه وست قويه خالص، في ستات ضعيفه وستات قويه، يعني دي صفه بتختلف من شخص لشخص، بس النسويه الزائفه اللي انا بقول انها زائفه مش حقيقيه بتجبر الشخص ان هو يدعي شيء مش فيه، ردا برضو على الذكوريه المتخلفه في مجتمعنا، فبتخلي الست طول الوقت بتدعي ان هي قويه، بتدعي ان قادره، بتدعي انها تستحمل، بتدعي انا ان هي بعرف ما اعرفش اعمل ايه كل حاجة بالظبط، وبتخليها تدوب او تنهار وسط مجتمع الرأسمالي. دي حقيقة. يعني دايما بيقنعونا ان احنا لازم نشتغل، لا هو الست على فكره مش مجبره تشتغل، يعني انا بشتغل بس انا شايفه انه ده مش الزام، لازم تشتغل ولازم تستحمل مديرها ولازم تستحمل الضغط، والا انت كده مش نص المجتمع. لا، هو انا نص المجتمع ده كده كده، بس هو الضغط ده بتاعك انت، يعني انت ربنا اداك شويه عضلات وبتاع عشان انت تستحمل الضغط. انا كده كده ست مدلله، فانا بشتغل لحد ما بصراحه اتستت يا جماعه لو في حد ماشي انت عايزه تستتي ماشي، انا بشتغل وانا عايزه اشتغل، انا قصدي ان هي رغبه بتختلف من شخص لشخص، ومش ملهاش لازم اي حاجه. اشتغل على التال، ما عشان الموضوع ده برضو حوار كبير قوي في الكومنتس، اللي هو خلاص انت مادام الست مش عارفه ايه روحي شيل لازم طوب. تشيل طوب. يا اسطى ما انا ما قلتش ان انا زيك، عامه ما يشرفنيش، فيعني صباح الفل. فاصل تقني ورجعت لكم تاني. المهم يعني انه فكره برضو اللي هو شيلي طوب، اعملي كذا عشان تبقي ست او عشان تبقي عايزه تشاركينا في نص المجتمع، كل الحاجات المتخلفه دي اللي المجتمع فرضها علينا اذا كان من النسويه الزائفه او من الذكوريه، ان انا ادخل في تاسك مش بتاعتي. يعني انا اكتشفت ان في ستات بتدخل في حاجات كتير قوي لمجرد ان تثبت الناس ان هي ست سترونج اندبندنت وومن، محدش اجبرنا على ذلك، يعني محدش لا بس هي مجبره، ده لا يمنع ان هي برضو مجبره. ما هي لما تبقى مش المفروض تقول ان هي عايزه تتجوز، ومش المفروض تقول ان هي عايزه حد يشاركها حياتها، ومش المفروض فاكيد الملاذ الوحيد الاخير ليها انها تسحل نفسها في الشغل بالظبط عشان تنسى كل الافعال دي بالظبط. او الفلوس عامه، يعني المشكله دلوقتي ما بقتش بس انه هي عايزه تثبت نفسها او الكلام ده. رغم ان انا سالت ماما عادي، هي الستات في وقتها كانت عايزه تثبت نفسها، قالت لي لا هو ما كانش فيه فلوس كفايه، فكانت الست مضطره انها تشتغل عشان العيال دي لازم يتصرف عليها. احنا في وضع اقتصادي سيء بالظبط. ومش بس وضع اقتصادي، هو الفكره انه احنا دايما عندنا صاحب المال هو صاحب الراي، انت عايزه تدخلي عيالك مدرسه معينه، لا مش هندخلهم المدرسه دي ليه، عشان انا اللي معايا الفلوس، فخلاص انت تشتغلي وروحي عشان تخلي تمشي قرارك. وعشان كده الرجاله قوامون على النساء بما فوقه، يعني ربنا كان عنده حكمه لما هو قال كده، عشان هو المفروض يبقى قوام. طب هيبقى قوام امتى؟ لما تدفع كل الفلوس بالكامل، فساعتها تبقى انت الشخص اللي عندك الراي السائد او الراي اللي بياخد الاكشن، فعشان منطقي اكتر. بالظبط. بس برضو احنا عندنا مخ، فاهمه قصدي؟ يعني طب ما هو ماشي، بس تتجوز راجل متخلف زي ده هي تقرر، دي حقيقه برضو. فهي دي برضو مشكلتها، مش مشكله المجتمع ولا الدين، فاهماني؟ يعني انا اصلا لو اتجوزت واحد وبيقرر يساومني على الفلوس عشان قراراته، فده كارثة. شخص غير صالح للجواز اصلا، كارثة. غير صالح للحياه ولا اي حاجه. بس انا بتكلم معاكي في نقطه انه يعني ليه برضو ليه احنا هم راحوا سوق العمل عشان ايوه فكره انه في ناس كتير بتشتغل دلوقتي مش بس على فكره عشان الاقتصاد، وفي ناس مكتفين ماديا ومش عايزين يشتغلوا. طب بتشتغلي ليه؟ عشان المجتمع عشان يقول لي عليا عطله. لا، عشان المجتمع ما بيقولش ان ست مش كامله. عشان دلوقتي برضو بقينا بنقيم الستات، يعني الذكوريه اللي احنا هربنا منها وصلنا دخلنا حاجه شبهها، حاجه عكسها خالص، بس هي نفس الفكره، هي نفس السجن بس غيرنا اسمه. يعني هو نفس السجن اللي اتفرض على الستات لمده حطينا عليه رش اعوام طويله تحت مسمى السيد وامينه وكل الكلام ده، غيرنا السجن ده بسترونج اندبندنت وومن وحطينا عليه سترونج اندبندنت وومن، بس هو نفس السجن اللي سجن الست في فكره ان هي لازم تشتغل، لازم تبقى كذا، لازم تعمل حاجه عامه. ليه؟ ما هو مش مجبرين نعمل حاجه، ومش مجبرين نعمل حاجه غير ان احنا
حقنا انه احنا نعيش ونتنفس ونقول احنا عايزين نتجوز وعايزين نشرب وعايزين ناكل. يعني الجواز ده من حق كل مواطن زي ما بنقول كده، اذا كان ست او اذا كان راجل. عارفة الفكرة في ايه؟ انه برضو للأسف بسبب الظروف اللي عمالة تحصل مم. الستات عايزة تتجوز أكتر من زمان. أنا بحس كده، مم. يعني احتياجها لوجود راجل حقيقي مم. بقى مهم جدا. ليه؟ لأنه ممكن أخوها ما يبقاش حد كويس، ممكن ابوها ما ممكن يبقاش أبوها حد ما يبقاش حد كويس، فهي مفتقدة، هي عايزة تشوف النموذج الكويس ده من الراجل عامه. من الراجل عامة. فاهمة قصدي؟ فهي مش بس عايزة هي عايزة راجل. ماشي، فاهمة؟ يبقى احنا كده دخلنا في فكره ليه اصلا العنوسه او ليه الستات لازم تتجوز. خلينا اول حاجه نقول الهروب من، او مش الهروب بقى، ان احنا بندور على النسخه الحقيقيه من الرجاله في طرف لينا او في اسمه ده دي في حقيقة. بارتنر لينا. بس انا عايز اقول لك على حاجه وبرضه اتقالت لي، لو انت بتدوري بالمنطق ده مش هتلاقي الشخص المناسب. يعني لو انت بتدوري على راجل لمجرد انك عايزه راجل عشان يعوض فقدانك للاب او فقدانك للاخ، فالحقيقه ان ده غلط جدا. لازم انت تعوضي الاول الفقدان ده بطرق نفسيه ليكي انت، ثم تدوري على حد. ستيل الموضوع ده صعب قوي. كده انا مش بقول ان هو سهل، الكلام سهل كده عامه، بس انا اقصد انه ده الصحيح عشان ما تعلقيش بشخص مش مناسب. لان انت ممكن تتعلقي بشخص فاكره ان هو ده الملاذ ويطلع هو النسخه التانية من ابوكي، دي حقيقة. اللي يخليكي عايشه حياه اسود بكتير من الحياه اللي انت كنت عايشه فيها. دي حقيقة. فعشان كده اقصد ان الاول محتاجين يعني نتوجه لاي طبيب يشير معانا الرحله دي، لازم طبعا. ويشرح لنا ازاي ان احنا نتفهم الفقدان ونتقبله ونتخطاه، حتى لو ما نتخطاهوش نتقبله. بعدين بقى ندور على راجل. ولازم يبقى حد بيفهم، لانه يا جماعه انتوا ممكن تلاقوا الثيرابيست بتقول لكم ايوه انت لازم تشتغلي تحققي ذاتك. انا في كلام واحده فاضي. في واحده والله العظيم ما انساها. هي عامه مشاكل الدكاتره في مصر ان هم في منهم، طبعا احنا مش في محتاجين نشرح، منهم خارجين سوشيال ميديا. لا في منهم محتاجين نشرح فرق بين الدكتور والثيرابيست. عامه الثيرابيست هو شخص مش متخرج من كليه الطب، مش متخرج من اي كليه ممكن تكون طبيه، هو بياخد زي دبلومه اخصائيه نفسيه، بيبقى اسمه اخصائي نفسي مش دكتور نفسي. وفي دكتور نفسي هو الوحيد اللي له حق السايكايترست ان هو يشخص ويدي ادويه. الثيرابيست مش من حقه يشخص او يدي ادويه. دي النقطه بس عشان محتاجين نسال، عشان في ناس كتير بتدخل تبعت لي اللي هو والله هو ايه الفرق بين كذا وبين كذا، مش عارفه هو بيقولوا لنا ليه عامه، بس ماشي ده الرد. النقطه الثانيه بقى انا برضه خبره قديمه في الانزايتي. النقطه بقى ان انا قبل كده قابلت واحده ثيرابيست يعني ما كانتش دكتوره، وكانت بتتكلم معايا على فكره انه هي حافظه سوشيال ميديا فيديوز بتقولها لي خريجه سوشيال ميديا. فانتي انا بقول لك مشكلتي يمين تقولي لي مشكلتي يعني اللي هو مثلا اقول لها مش عارفك انت عندي مشكله مثلا في الشغل مثلا، تقول لي علاقتك بابوكي كويسه. يا ستي علاقتك بابوكي يعني ايه علاقتك ايه اللي حصل علاقتك بابوكي دلوقتي؟ موضوع عشان هي مطبقه على فيديوهات الاب فقدان الاب، فهي بالنسبه لها اي حد عنده مشكله اكيد الاب ليه علاقه. النرجسي عارفه انت الحاجات اللي بتطلع دي. ايوه هي حافظه فيديوهات بتحاول تطبقها على الكلاينت اللي قدامها او البيشنت اللي قدامها. فعشان كده برضو يعني اختاروا الدكتور المناسب. المهم عشان ما ندخلناش دلوقتي في قصه الاطباء. فدي نقطة مثلا احنا اتفقنا عليه أول حاجة في العنوسة المبكرة أو الاحتياج للزواج، إن هي بتدور على حاجة. تاني حاجة إنه شخص طبيعي جدا هو جرب كل حاجة بسرعة قوي. بمعنى يعني إذا كان أنا أو إنتي عكس مجتمعاتنا، عكس علا عبد الصبور مثلا كانت حياتها هادية كان عندها 30 سنة فبدأت تفكر في إن هي محتاجة عريس. بس هي مثلا ممكن ما كانتش في العشرينات بتفكر في العريس. انا دلوقتي في ناس قدي معاها اسر وياسين. ايوه دي مشكله. ده الفنان دي مشكله والله العظيم. انا ماما لسه بتزعق لي عشان اروح بدري. فماشي، ما دي نقطه كمان. بس انا قصدي في بقى علا عبد الصبور مثلا حياتها العشرينيه كانت مزدحم بحاجات كتير قوي ولسه بتاخد بيبي ستيبس في كل حاجه. دي حقيقة. فلغايه اما خلصت بيبي ستيبس بتاعت كل حاجه كانت مثلا وسط 30 اكتشفت انه ايه ده، انا ما لقيتش مثلا شخص مناسب او انا لسه هدور على الشخص المناسب. لكن احنا مثلا عشان احنا جيل اخد كل حاجه بسرعه فممكن نكون خلصنا كل حياه علا عبد الصبور في سنتين بس. دي حقيقه. فلقينا نفسنا في النص العشرينات او في قلب النص كمان العشرينات بندور على الطرف الاخر، لانه في حاجات كتير قوي ناقصانا. ما هو اللي مثلا بيشتغل من وهو صغير كان ناقصه ان هو يعيش حياة الكلية دي مرفه، انه بالظبط. الاجازة بتاعت الكلية دي اجازة، فهو بقاله سنين ما خدش اجازة، فهي بتبقى مستنية ان هي تاخد الراجل اللي هيديها بقى الاجازة دي. ايوه فاهماني؟ اللي هيعوضها عن الحتة دي. بس طبعا المنقذ يعني الفارس اللي الفستان الابيض هو الفارس اللي بالفستان الابيض بالحصان الابيض لازم. بس هي الفكرة مش في كده. الفكرة انه على قد ما الحياة سريعة كمان اهل علا عبد الصبور كانوا سبورتنج جدا، سبورتيف جدا. يعني ايه؟ يعني انكل كان بيطلع كل عريس والتاني ياخد على قفاه وخلاص. طنط كانت بتجيب لها عرسان. دلوقتي انا بقول لماما هاتي لي عريس، ماما اللي هو
لا والله لا دي مش شغلانتي السوق شاحح اليومين دول. اقسم بالله. فلا ماشي ده على فكره برضو الاهل مش بايديهم النقطه دي. انا عايز اقول لك على حاجه برضو، عشان بعض من الاهالي بيبقى عندهم احساس بالذنب ان هم ليهم علاقه بعروسه. حسوا بالذنب، لا حسوا بالذنب، المفروض لا تجيبوا لنا لا حد على فكره. حرام حرام والله. في اهالي كتير بيحسوا بالذنب اتجاه ابنائهم ان هم ليهم يد في حوار ان هم يبقى عندهم. ماشي هو اكيد لو الاب والام كانوا سيئين قوي وعقدوا الانسان من الجواز فهو طبيعي يبقى ليهم يد، بس هم لو كانوا اب وام صالحين سويين عاديين نفسيا، at سويين least. نفسيا، اقول لك سويين نفسيا، قدموا حياه كويسه للابن، والابن لسه ما لقاش شخص مناسب، فهو ما لهمش يد في الموضوع، فاحساسهم بالذنب زيرو المفروض تجاه الموضوع ده. ومش المفروض يضغطوا على الابن عشان يدور على شيء، لانه والله الابن زيهم بيدور. يعني فكره انه الضغط المجتمعي اللي علينا مش موجود دلوقتي، عشان زي ما قلت احنا اعمارنا اصغر من الاعمار الطبيعيه للجواز، بس احنا مثلا بندور ليه؟ بندور عشان انت قلت برضه نقطه المنقذ، ودي نقطه خاطئه جدا. يعني بصي انا مؤمنه بيها بعض الشيء، بس من مره كده سمعت توك لاحمد مجدي، وعامه الشخص ده انا بحسه ممثل غريب، يعني شخص كويس بس تمثيله وحش قوي، يعني ادوار بيختارها وحش قوي. بس سو امور مالناش دعوه بامور دلوقتي اجيم الف. انا قصدي ان هو كان بيحكي في مره في توك لي فكره المنقذ دي وهم احنا بنخترعه، وان مفيش حد يجي ياخدك من انقاذك، مفيش حد هيلحقك من المشكله، مفيش حد هيشيلك من المشكله ويحلها لك، مفيش اي حاجه من الكلام ده خالص. فده كله كلام خاطئ غير صحيح. فاحنا المفروض نكون احنا المنقذين لانفسنا. ففكره ان انت برضو بتدوري على راجل عشان ده منقذ فدي مشكله. المهم كنت عايزه استشهد بمقاله وانا بجد هحط الاكونت ده للريفرنس عامه لكل في المصادر، قصدي الدحيح كده. في بلاتفورم اسمها نوت 101 او 101 نوت، مش فاكره الترتيب، بتعمل كميه ارتكلز عن العلاقات وعن حاجات كتير قوي. بس هم ساعه عيد الحب جمعوا كل الارتكلز بتتكلم عن الحب، وكانت من ضمنها كانت من ضمنها ارتكل بتتكلم على فكره يعني ماذا لو احنا ما لقيناش الشخص اللي يكملنا، اللي هو ماشي هو الحب من حق كل مواطن وكل حاجه، بس ماشي تعالى نفترض الورست كيس سيناريو ان احنا ما لقيناش الشخص اللي احنا عايزين نكمل معاه حياتنا. المفروض بقى الانسان يعمل ايه؟ يعني حاسه ان المجتمع ما ضربناش على الستيب دي، المجتمع بس ضربنا انه هتخرجي هتتجوزي هتخلفي. طب ماذا لو فقد عنصر من عناصر الترتيب ده؟ ايه المفروض نعمله؟ بس على فكره انا شفت النماذج اللي يعني ما اتجوزتش لحد دلوقتي. يعني اعرف شخص هي ما اتجوزتش، هي دلوقتي عندها 44 سنه تقريبا، هي ما اتجوزتش، وفي ناس في ال60 وال70 ما اتجوزوش. فهي الفكره انه هي بعد كده ايه اللي بيحصل بعد كده؟ هي بتبتدي تقتنع انه الوهم بتاع الفارس الابيض ده بيختفي تماما، وهي بتبتدي تكتفي نفسها. لو انا مرتبي هصرف على نفسي وادلع نفسي واجيب عربيه واسافر واروح وطبعا التحكمات بتاعت الاهل بتبتدي انها تختفي تماما كده مع السن، وبيبتدي خلاص هي عندها شقه عندها عربيه مش عارفه ايه، خلاص الموضوع خلص. فماذا لو لا هو ده لا هو في مثال اوريدي، بس قصدي المجتمع ما دربناش على ازاي نتصرف. هو المجتمع يعني دربنا نجيب عريس ازاي؟ لا ما دربناش نجيب عريس ازاي برضه، بس قال لنا انه في عريس وقال لنا انه في عيل، وما قالناش انه في حياه من غير كل الكلام ده. ستيريوتايب. هو قال لنا هي دي، عارفه البروسيس اللي انتوا هتمشوا بيها، انت موجوده عشان تخلفي اطفال. طب وبعدين ما كانت اطفال. طب ولو ما خلفتش اطفال هبقى مش ست، هيتجوز عليا. يعني قصدي انه يعني المجتمع عودنا على ستيريوتايب ثابته وما اديناش ستيريوتايبس اللي هو ماذا لو الحلول البلان بي، يعني ايه البلان بي للحياه التانية لو احنا ما لقيناش الطرف اللي احنا عايزينه. وعامه والله انا بحس انه مشكله الرجاله دلوقتي في مصر، عشان برضو ارجع للرجاله، انه اقتصاديا الدنيا ميته، فبرضو احتماليه ان الراجل ياخد قرار انه يتجوز بتبقى ضعيفه، فعشان كده حتى جواز الصالونات ما بقتش نافعه. يعني حتى لو هنرجع لجواز الصالونات، حتى جواز الصالونات ما بقتش موجوده، مندثره شويه عشان اقتصاديا ما حدش وما بقتش قادره الومهم. اللي بيتجوز صالونات هو شخص ماديا ستيبل قوي وما عندوش وقت يحبه كده، فيختار اي حد يتجوزه مناسب وهو فاليد مع الفلوس، لكن لا وعارف يصرف على نفسه عشان يصرف على معظم اللي مش عارفين يتجوزوا دلوقتي هم الناس اللي بيحبوا حد وبيقرروا يحوشوا عشان يتجوزوه. دي حقيقه. فدول برضو امرهم صعب، واحنا ممكن مجتمعاتنا ما بتديناش برضو حق الاختلاط قوي، لانه احنا اتربينا ان ده عيب ومفيش تختلطي ومفيش تكلمي، فلما تشوف راجل تمشي الناحيه التانية وكأن الحاجات دي عيب وحرام وتابو كبير قوي انه ما ينفعش تتخطاه.
بس لما بتيجي بعيدا ان احنا تكبري كان عندنا ستات عادي بتتكلم ايوه وبتعمل لا عادي. بس انت لما بتكبري بيقول لك الاب والام نفس اب والام اللي قالوا لك ان ده عيب وما ينفعش مفيش تتكلمي. حد خالص. ما فيش حد خالص. طب هجيبه منين؟ ما انت اللي عودتني اني ما ينفعش اتكلم، ما ينفعش اعمل علاقات، ما ينفعش اختلط بالناس، عيب ان يكون عندك مشاعر، عيب انك تتكلمي، عيب انك تعبري، عيب انك لما تعملي ولد كذا يطلب منك استيكه قوي تديها. بالظبط. انا مش فاهمه ليه. انا في واحده ما اعرفش انت فاكره ولا احنا عشان احنا كنا في نفس المدرسه يعني. في واحده في مره من كتر ما ابوها وماما مكهربانه في حوار الرجاله ده، وكبيره شحطه مش صغيره، وقت جاي يسال على حاجه قالت له ثانيه بس اروح اقول لماما ينفع ارد عليك ولا لا. يا نهار وانت اللي اسود، عارفاها عامه ده مش- بجد اه ودي من افتكرتها. اوكي. ودي من اكتر المواقف احنا المضحكه كنا في معايا. ثانوي، إيه ايوه الهبل في ده؟ ثانوي. يعني واحده في ثانوي وقفت حد ان هو يتكلم بس ان هو بيسال على حاجه في الدرس، ولا راجل تخطى اي شيء اكتر من كده، هتروح تستاذن مامتها عشان تعرف ترد عليه. فالمجتمع اللي اتربى فيه الناس دي طبيعي لما يكبروا مش هيبقى عارفين يقولوا ان هم عايزين يتجوزوا. لا وديسكليمر جماعه، احنا في القاهره عادي. يعني هي مش احنا في القاهره عادي. يعني ما لهاش علاقه برضه. لا بقى. لا في ناس في يلا القاهره نرجع للستيريوتايبنج بقى، فاهمه؟ لكن بجد المفروض بقى الناس اللي في القاهره بقى معديه بقى وعالم ما اتربتش وبتاع، في ايه؟ ما احنا ما اتربناش فيها. في ايه بجد؟ المهم انه انا عامه في الحلقه دي عملتها عشان اكسر التابو بتاعت الستات ما فيهاش انا عايزه اتجوز. انا عايزه اتجوز عادي يعني، انا عايزه اتجوز وانا كمان والله. وضيفتي عايزه تتجوز، وانت لو عايزه تتجوزي وانك عايزه وصحابنا. تتجوزي ما تخافيش من فكره ان المجتمع يشوفك عندك مشاكل وعايزه تحدي يلمك، والكلام القذر اللي احنا بنقابله لما بنتكلم عن مشاعرنا الحقيقيه ان احنا محتاجين طب أقول لك نتجوز عادي. الأوحش؟ ايه بقى؟ ان حتى لو انت عايزه تتجوزي مش هينفع تقولي، يعني لو الراجل عايز يتجوز هيروح يقول. ايوه عشان هو اللي هياخد الخطوه مش انت. بس ما دي حاجه وحشه جدا بقى. يعني دلوقتي الولد اللي هناك ده عاجبني، خلاص بقى خلاص اروح اقول له بقى انت عاجبني يا كابتن لا بس بتاعي. هقول لك على حاجه، انت لو هتاخدي الفيرست ستيب فانت كده هتروحي تقدمي مش هو. بس ما يمكن ما بيشوفش، اعمى ما مثلا. هو يبقى مش المناسب لو ما بيشوفش او لا انا ما أعمى. بحبش جمله المش مناسب دي بقى. مش نصيبك. انا قريت الحلقه اللي يوه. فاتت مش نصيبك، واللي سمع الحلقه اللي فاتت هيبقى فاهم بتكلم في ايه. فلا انا قصدي انه يعني انا محتاجه قوي تقروا المقاله بتاعت انه ايه لو في حاله احنا ملقناش الحب المفروض الحل يكون ايه. وعامه لسه المقالات دي كلها هكون سايباها في الديسكربشن عشان تقروها، وهي مقالات صغيره قوي يعني مش حاجات طويله تقروها بشكل مكثف. عامه عايزه استشهد لغه بسيطه القرايه، لغه بسيطه الفهم، كل حاجه وصغيره ولاقيه على الجنزي اكتر. وعاجبني اصلا من المنصه دي ان هي بتكتب مقالات ريليتد قوي بالجيل بتاعنا، مش مقالات من القرن 90 ايه مقال 19 قصدي. فانا عامه خبطي في الاجيال خبطي. فانا محتاجه عامه ان الناس تتفهم فكره انه احنا كستات عايزين نتجوز عادي، وانه في انوثه مبكره صابت البلد، وانه من حق الستات ان هي تعبر عن مشاعرها حتى لو مش هتاخد الفيرست ستيب، بس من حقها تقول ان هي عايزه تتجوز، من حقها تقول ان هي عايزه تخلف او مش عايزه تخلف، من حقها تقول ان هي عايزه تشتغل او ما تشتغلش. يعني اللي احنا بنهرب منه من الذكوريه ما نعملهوش في النسويه. يعني بعض النسويات بيستغلوا ان هم بيوعوا الستات بان هم يدخلوهم في قفص تاني بس بمسمى جديد وبشكل اخر يوهمهم ان هم كده في الحريه. الحريه بجد ان انت تعملي الحاجات اللي انت عايزه تختاريها انت، مش اي حاجه فرضها عليكي. يعني ولا بقى النسويه فرضها عليكي ولا الذكوريه فرضها، مفيش طول في فكره فرض كده مفيش حريه. العيب كلمه عيب. ما هو عيب. والذكوريه والنسويه انه النسويه ما ينفعش تعملي كده، لازم تبقي ست قويه، لازم تبقى يعني فكره ان اي شيء اتفرض فيه شيء مفيش راجل ما بيعيط فيهوش حريه، فهو ما فيهوش حريه. خلينا نتفق على ذلك. فانا وضيفتي النهارده حاولنا نكلمكم عن العنوسه المبكره وعن اختياراتنا الصائبه جدا في الرجاله يعني. يا لهوي. وانت كنت عايزه تشتري بحاجه. جماعه يعني انا حاسه ان انا هبقى زي ليلى علوي، فاهمه اللي هو ممكن يبقى اخ اب صديق وكده. بس بجد اكتر حاجه اتقالت لي ترو قوي في موضوع الثيرابي ده، موضوع الحب ده، انه لو انا معرفتش احبني وتقبلني وسامحني والكلام ده كله، انا هطين عيشه اللي هيجيلي كده لان انا مش عارفه اسامحه ولا احبه. على فكره قلقك من انك انت يجيلك الشخص المناسب ممكن يبقى الشيء اللي هيبعد عنك الشخص المناسب. دي حقيقه. يعني انت لو عندك انكزايتي زياده قوي اتجاه امتى هيجي، لما يجيلك شخص مناسب انت هتلاقي نفسك بتنفريه بشكل او باخر. مش امتى، والاستحقاقيه كمان غير كده. بس انت هتنفري الشخص، هتبعديه عنك بطريقتك وانت قلقانه. بالظبط. فحاولي تاخدي المواضيع بهدوء وحاولي تقولي حقك في الجواز عادي. حاولي تاخدي ميعاد مع ثيرابيست ارجوك كده او يعني. سايكايترست. كلنا محتاجين لو حد من شيزلونج او اي حاجات دي يدونا فاوتشر هديه يبقى يعني شاكرينكم قوي يعني. ودي كانت حلقتنا قبل الأخيرة، وانتظروا الحلقة الأخيرة وفيها مفاجآت كثيرة إذا كان في موسم جاي ولا لأ. ومين الضيف هتعرفوه برضو من الحلقة الجاية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميع مستمعين ومحبين عشان محدش مهتم.